بعد الحين سؤالين من سناب شات هنا بك تجاوبين عليهم. يلا اختاري ايوه. بعد 10 سنين شلون راح يكون محتوى المشاهير؟ انا اعتقد 3 سنين وتختفي خلاص الميديا تنتهي. ميديا تنتهي؟ 3 سنين يعني راح ينزل شيء جديد. تخيل انه محتواك قادر انه يعمل تأثير كبير في حياة متابعينك، ايش ودك يكون؟ بما اني انا في عالم الافلام والسينما فافضل اني انا اتكلم عن افلام اتفرجت عليها ومن بعد ما خلصتها صرت شخص ثاني يعني للافضل. ايش اللي يميز المحتوى اللي تقدمه على سناب شات عن محتوى المنصات الأخرى؟ ممكن في سناب شات مرة عفوي، ايوه. يوميات، تفاصيل أكثر. اقرب للناس. أيوة، أقرب للناس، يعني بشكل دائم نصور أي شيء. تخيل ان محتواك قادر انه يعمل تأثير كبير في حياة متابعينك، ايش ودك يكون؟ هو ما يحتاج اتخيل، يعني الحمد لله محتواي بيعمل تغيير كبير، بس اللي ودي يكون انه ينقلهم من حالة لحالة بسهولة. فمثلا لو احد مكتئب او زعلان يقدر يتفرج على محتواي ويضحك وينسى الهم اللي عنده او الشيء اللي شايله على ظهره لو يعني لوقت بسيط. نشوف السؤال اللي بعده. كل شيء تحقق، يعني كل حلم كنت اتمناه تحقق، حتى الالعاب السيارات اللي كنت اشتريها كلها وانا صغير اللي كانت عندي في البيت كلها صارت عندي الحمد لله. السؤال اللي بعده نروح من النص. قول لنا عن تعاون او مشروع تحلم به او تتمنى انه يتحقق قريب. اتمنى ان اتعاون مع احد وتطلع صورتي في برج خليفة.